طيب هو هكلمك تاني يا بطة. سلام. قبل ما تقولي اي حاجه انت هتكتمني قبل ما اتكلم يا واد. انا مش جاي اتخانق معاك، انت كبرت خلاص وبقيت راجل. طب ولما انا كبرت خلاص وبقيت راجل وقادر امشي حياتي دي بنفسي، انتوا ليه مصرين تتعاملوا معايا كأن انا لسه عيل صغير؟ لو كان ده تمامها ما كانش زماني واقفه بكلمك. لا هي كده على فكره بقى. رحاب تروح تاخد هدومي من بيتي كأنها عارفه مصلحتي اكتر مني. دلوقتي انت جايه تلوميني وتعاتبيني كأن انا غلطت، وانت جايه تقولي الصح ايه؟ وانت ما غلطتش يا احمد. لا ما غلطتش. انا حبيت بطه واخترتها واتجوزتها على سنه الله ورسوله. في الدرة، وكل اللي بيحصل في الدرة غلط، ما تقاوحش يا حبيبي. انا اكتر واحده حاسه بيك في البيت ده، حاسه انك مستعيب تقولها. ما انت يا نصرة برضو اتجوزتي في الدرة. عمري ما اقولك كده يا نصر. عارفه يا حبيبي، عارفه انك متربي وقلبك ابيض، وهو ده اللي مخوفني عليك. السكه اللي انا مشيت فيها واللي انت عايز تمشي فيها ما جاليش منها غير وجع القلب والحسره والحب اللي انا كنت بتمناه. عشان في الدرة بقى عيب كان ممكن انت تعايرني بيه. حتى ابني ما بقتش اعرف اطول، لا زمان ولا دلوقتي. عايز تبقى زيي يا احمد؟ يا نصر انا جوازي من بطه حسسني ان انا ليا قيمه، يعني انا حالتي غير حالتك خالص. صح، انا مرة غلبانة عشان اعيش فرحة بلف من ورا الدنيا كلها، لكن انت راجل تقدر تقف قدام الدنيا كلها وتاخد اللي انت عايزه، مش في الدرة. كنت هقول لكم على فكره، انا بس كنت مستني الوقت المناسب. حتى اسالي رحاب. هو كل ده كوم، وموضوع رحاب ده كوم. معقولة يا احمد ما تحكيلناش احنا وتروح تقول لرحاب؟ طب افرض قلدتك، قالت اخويا الراجل بيعمل كده واعمل زيه. على العموم خلاص، اللي حصل حصل. المهم يا حبيبي اللي جاي، اعمل كل حاجة، اعمل كل اللي انت عايزه، بس في النور يا احمد، في النور يا حبيبي. ماشي ماشي. الحمد لله على سلامتك يا فودة. الله يسلمك يا هانم، متشكرين على الاستقبال. صحيح ولاد الناس اصولهم غير. أنا قلت لازم تكون أول واحدة تشوفها بعد خروجك من السجن تكون أنا، خصوصا إن أنا في كلمتين مهمين عايزة أقولهم لك. أنا بعتبرهم آخر كلمتين بقى. ليه يا هانم؟ خير؟ هيكون خير لو نفذت اللي أنا بطلبه، لكن لو مشيت بدماغك زي كل مرة يبقى العربية اللي جابتك من السجن على هنا هترجعك تاني. هو في ايه بالظبط؟ ما تفهميني، انا خارج متبرجل ومش فاهم حاجه خالص. بوخارست، عايزاك تعتبر نفسك ما شفتوش خالص ولا كأنك تعرف، ولو مسيت شعرة واحدة منه هعتبرك انك بتخش في عداء معايا انا شخصيا، واكيد انت فاهم ده معناه ايه. هو ايه العباره بالظبط؟ ما انت لا مؤاخذه ما وصلكيش اللي عمله معايا ومع اخويا ولا ايه؟ وصلني، واعتبرني موافقة عليه كمان. انت غبي يا فودة. الواد اللي خدته من ايده ودخلته كارك باعك، طلبت منك انك تقتله، كسلت او طنشت متفرقش كتير بالنسبة لي. المهم شوف هو فين وانت بقيت فين. يبقى ما تجيش تعيط لي بقى دلوقتي وتقول لي انا عايز حل. عارف ليه؟ لان وقته راح خلاص.
بتقوليه ده ما ينفعش، ما يرضيش حد. يرضيني انا، وده كفايه قوي يا فوده. فكر في مصلحتك عشان ما ترجعش تقول حاجه. يلا روح نام وارتاح. عن اذنك يا هانم. كنت حلوة قوي في حلقة امبارح، لسانك بينقط سكر وشهد. قال انتوا بتحفظوا كل الكلام ده يا آية ولا يعني الدنيا بتمشي ازاي؟ مش حفظ طبعا، بس بنبقى محضرين كويس، وانا بيبقى في ايدي الورق فيه الاسئله، يعني تفتيح سكك للكلام. عارفة يا آية، وانا معاكي في الاستوديو ببقى فخور قوي، فرحان، نفسي اروح لواحد واحد اقول لهم البنت دي خطيبتي. بجد؟ امال ايه؟ وانت شوية آية الحكيم مزيكا، والله حقهم يسموكي برنسيسة المذيعات. حلو؟ هو انت ما سافرتش مع بوخارست ليه؟ واسيبك لوحدك؟ ليه تسيبني لوحدي دي؟ وانا عيله صغيره يا صلاح ولا ايه؟ بعدين هتخاف عليا وانا لوحدي؟ ده انا بخاف عليكي وانت معايا. بقول لك يا آية، انا بقيتش عارف اعيش من غيرك، والله العظيم اليوم اللي بيعدي عليا من غير ما اشوفك فيه بيبقى ملوش معنى. ايوه بس ده شغلك. والنبي لو اكتر شغل مهم، ما دام بعيد عنك ما يلزمنيش. طب وبوخارست مش هيزعل كده؟ يزعل من ايه؟ اخوكي ده جن ازرق، هيروح يضرب المصلحه ويرجع هوا، وانا فطمته على الحوار، قلت له انا مش هينفع اسيب آية لوحدها. وهو ما قالكش حاجه؟ وهيقول ايه؟ وبعدين يعني هو عيب ان انا ابقى بحبك ومش قادر اعيش من غيرك؟ ايه يا آية؟ يا قمر، يا مشرفني. كل يا حبيبي، رم عظمك. جدة شبعانة يا سلوى. مالك يا اخويا؟ في ايه مش مروق كده ليه؟ عامل زي اللي لسه ما خرجش من حبسته. حاسة بيا، معلش، كل شيء بأوانه. معوض، الحمد لله على السلامة يا اخويا. اهو اقعد يا اخويا، اقعد. ما تفيدنيش يا اخويا، نفسي ازورك واخد بيدك، بس ديك شايف وخالصة الكلب هو اللي عمل فيك كده. كان بيتهيألي فوده هتخش عليا برقبته يا اخويا، لكن الظاهر عرف يكسرنا انا وانت يا اخويا. لسه ما اتخلقش اللي يكسر المعلم فوده. قصر وكفايه اللي جرالك. جرالي؟ طب اخويا قبل ما تسد حنكي عنك باللي جرالي، مش تعرف هو ايه الاول؟ وانت يابا متهني في السجن زي البشوات، كان حبيبك معلقني زي الذبيحه ونازل في جتتي سلخ عشان ابيع له ليلتك يا فوده. خلصت يا معوض؟ لا يا فوده ما خلصت، فضل يشكل عليا يا اخويا ايام وليالي ومعلقني من رجلي، لا عمل لك حساب ولا باين كرامه يا فوده. قلت اكتب بقى انا. لا يا فوده مش هكتب، بص لي يا فوده، بص لي، انا بقيت حابس يا فوده، بص لي، بس مش بسبب بوخارست يا فوده، لا بسببك انت. دوست عليا يا اخويا قبل ما هو يدوس عليا، يوم ما بعتني بالرخيص وركبته على كتافي. احمد امي وامك، وهخليه يتهنى بيوم واحد في الدنيا دي. هحصر قلبه على اللي عنده، هخليه يتفرج عليه وهو بيروح من ايده مش قادر يهون ناحيته. حقك راجع هلا، راجع، فاهمني؟ والطق 10. على فكرة بقى اللي حصل ده كان لازم يتعمل. وبعدين مالك زعلان كده ليه؟ مش دي بطة اللي فضحتك في الحارة كلها برضو؟ رحاب، اتكلمي عن مراتي بطريقه احسن من كده. مراتك؟ اسكت انتي، ما تولعيش الدنيا بزيادة. ليه وتسكت ليه؟ ما انا خلاص ما بقاش ليا وجود ولا قيمه، واي حد عايز يعمل حاجه بقى بيعملها. على فكرة بقى انت اللي دخلتني من الأول، عشان كنت عارف انك هتحتاج حد يحميك لما تحصل حاجة زي دي. بجد انا مش فاهمه، يعني انت في الاول بتحاسبيني على حاجه مالكيش فيها، ودلوقتي بتحميه؟ ما تفوقي بقى من الجو اللي انت فيه ده، وانت من امتى اصلا بتعرفي تتحكمي في حياتك عشان تعملي علينا كبيره؟
الحمد لله على السلامه يا اخويا. الله يسلمك. عاملين ايه؟ الحمد لله على السلامه. ازيك يا بنتي؟ مالكم؟ صوتكم عالي على بعض ليه؟ لا مفيش حاجه. ونصر فين؟ يا عم انت في ولا في ايه؟ اقعد بس. تعالى استريح تعالى. الحمد لله على السلامه يا حبيبي، الحمد لله على السلامه. عاملين ايه؟ الحمد لله. رايحة طيب. جرحك لسه ما لمش. على الطلاق ما جيت جنب الست نصر ولا زعلتها. هو لو سمعت ان انت مسيت شعره منها تفتكر ان انا هسمي عليك؟ انا جاي اطمن عليك بس انا عايز اعرف الواد عمل معاك كده ليه؟ يا عم عيل وغلط. تلاقيه زعل اني كنت رايد امه فقال لك ازيحه من سكتي. وانت مين اللي قال لك ان هو؟ الست نصر هي اللي رستني على الحوار كله، حتى سألني. طب اسمع يا حماد، على الحرام لو عيب يا حد سيد، ده احنا ولاد حته واحده والسر اللي بينا هيفضل بينا يا جدع. ماشي. طب والواد اللي في الحبس؟ ماله؟ هيخرج. يخرج وبرضاك شفاف. الحمد لله على السلامه يا طويل.